طب حضرتك شايف ان التكنولوجيا حسنت او الطالب ان هو يبقى عنده فكر، ولا خلته ان هو يعتمد عليها في كل حاجه وما بقاش يفكر في اي حاجه؟ اي حاجه عايزها بيدور في التكنولوجيا او الاجهزه دايما. بص، العالم كله استخدم التكنولوجيا في التعليم الا الطلبه في مصر. الطلبه في مصر استخدموا التكنولوجيا في زي التاب مثلا في الافلام، وينزلوا عليه اغاني ومسرحيات ويعملوا كل حاجه بعيد عن التعليم. احنا استخدمنا التاب غلط، والتاب بقى وسيله للغش كمان على فكره. ايوه فعلا. يعني احنا برضو استخدمنا التكنولوجيا، احنا يا جماعه لينا تفكير ولينا اسلوب في حياه مختلف عن دول العالم كلها. عشان لما نيجي نطبق حاجه لازم نمهد المصريين. الحضاره المصريه اللي بقى لها 7000 سنه صعب تغييرها بسهوله. ما ينفعش اصدر قرار كوزير دلوقتي وتاني يوم اغير القرار، وتاني يوم اعمل لا. عشان تغير الافكار لازم تقعد سنين كتير، يكون عندك استراتيجيه واضحه للتعليم في مصر عشان تقدر تغير الافكار. ما ينفعش انا كوزير او ايا كان يصدر قرار النهارده ويطبقه بكره. اكيد طبعا. اصل انت حضرتك مش بتتعامل مع نفسك، انت بتتعامل مع ملايين. احنا عندنا 26 مليون طالب في المدارس المصريه. ولو كل طالب فيه 3 4، انت بتتكلم في الشعب المصري كله. فما ينفعش اصدر قرار النهارده واطبقه تاني يوم، ده مستحيل. لازم تغير عقليه المصريين. في تشتت بيحصل للطلبه. نعم؟ في تشتت بيحصل للطلبه. تشتت للطلبه، تشتت للاسره، تشتت لاولياء الامور، تشتت فعلا للمدرسين، تشتت للقائمين على العمليه التعليميه، فقدان الثقه بين اولياء الامور والطلبه والوزاره. على فكره دي بقت مشكله كبيره جدا، بقوا فاقدين الثقه في ان الوزاره مش عايزه مصلحه ولادهم من كتر التغيير والتطوير اللي بيحصل يعني. بالرغم ان انا من اشد المؤيدين لتطبيق البكالوريا، لكن البكالوريا عليها محاذير كتير جدا كان لازم تتاخد في الاعتبار. ده ما حصلش. وان كان في الحوار الوطني اللي انا شاركت فيه طبعا ده حصل، لكن مش كل حاجه حصلت في الحوار الوطني اتخذ بيها في البكالوريا. البكالوريا كنظام، انا اتمنى كأمنية كشخصيه ليا كخبير تربوي، اتمنى ان وزاره التربيه والتعليم يكون نظام البكالوريا ده اخر نظام تعليمي في مصر، ونصلح فيه بقى الصح والغلط. ده مهم جدا يعني. ولان اكيد على لما اجي اطبقه في ارض الواقع لازم هلاقي فيه اخطاء. اكيد طبعا. عشان كده انا طالبت قبل كده لوزاره التربيه والتعليم ان تطبق نظام البكالوريا في 3 4 محافظات بس كتجربه مثلا. كتجربه. كل دول العالم بتعمل كده. ما ينفعش ان انا اطبق على مستوى الجمهوريه. انا بعرض مستقبل الولاد للخطر يعني. وبالتالي لازم اطبقه في محافظه واثنين، اشوف ارض الواقع ايه المشكلات اللي حصلت، طب ايه الايجابيات، ايه السلبيات، وبالتالي ابتدي بقى اشوف السلبيات مع الخبراء برضو. عشان اطور العمليه التعليميه لازم اكون المعلمين نفسهم مقتنعين بفكره التطوير. اكيد طبعا مقتنعين بالفكره التطوير. ما تجيش تطور بعيد عن المدرسين. هل حضرتك اديت للمدرسين دورات تدريبيه كافيه يقدروا من خلالها ان هم يفهموا المفهوم التطوير اصلا التعليم؟ ما حصلش.